في سجن بعيد للمجرمين الخطر واكلي لحوم البشر بيكون موجود بنت يبان ان هي بريئة لكنها بتقرر تبقى مجرمة زيهم بالظبط. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. إرلين بنت مراهقة بتاخد تاتو اخطر المساجين وبيدخلوها السجن، وهي بتلف في السجن بتلاقي عربية جولف كار داخلة عليها وبيكون فيها راجل وست، وبتحاول تهرب منهم لانها ما بتعرفش هم عايزين منها ايه، لكنهم بيقدروا يمسكوها وبيكتفوها، وبتدخل عليها الست اللي كتفتها وخطفتها وبتديها حقنة مخدرة وبتقطع منها ايديها ورجليها وهي صاحية، وبتاخدهم وبتروح تبدلهم من جماعة ميامي اكلي لحوم البشر، وبتاخد بدلهم كوتشي وبنطلون. ولما بترجع لها تاني علشان تنضفها بتفكها، فبتهجم عليها إرلين وبتقتلها على طول، وبتلاقي سكيت بورد فبتاخده وبتهرب عليه لانها مش قادرة تمشي، وبتدخل الصحراء بعدها وبتحاول تبعد عنهم على قدر الامكان، وبيلاقيها راجل عجوز مشرد من مجموعة تانية وبياخدها على مجموعتهم دي وبيركبوا لها اطراف صناعية. وبعد شهور بنروح لميامي اللي معاه بنته هياني اللي بيكون بيرسمها في الوقت ده، ومش معنى كده انه فنان، لا ده خاطف واحدة بره وبياكل منها هو ومراته وبنته. وتاني يوم بتكون مراته وهياني بيدوروا في الخردة، فبتظهر لهم إرلين واللي لما بتشوفها بتفتكرها وبتكون متأكدة ان هي كلت من ايديها ورجلها مع ميامي، فبتخلص عليها من غير رحمة قدام بنتها هياني اللي بتكون ما بتتكلمش من الصدمة. وبعدها بتمشي ورا إرلين، ولما بتوصل لمجموعتها بتاخد أرنب من اللي مربينه هناك علشان تربيه، وبتصعب على إرلين جدا وبتكتشف غلطتها ان هي قتلت امها قدامها. وبيطلع ميامي يدور على مراته وبنته وبيكتشف جثة مراته وما بيلاقيش بنته، وبيعرف ان هي اكيد لسه عايشة، وبيعرف ان هي في جماعة كومفورت. وبنروح لكومفورت وبيكون في حفلة كبيرة قوي هناك، وبيدخل رئيسهم دريم واللي الكل بيحبه لانه ديلر المجموعة وبيوزع عليهم مخدرات في الحفلة مجانا. وبتتسطل إرلين وهياني بتضيع منها في الحفلة دي، وبيلاقيها دريم اللي بياخدها معاه هو ومراته. وإرلين لما بتفوق تاني يوم في الصحراء بتلاقي نفسها قدام ميامي وهي من غير رجلها الصناعية، وبيعرض عليها ميامي عرض انها تدخل جماعة كومفورت وتجيب له بنته من هناك، ده لانه في عداوة بينه وبينهم، ولو دخل هو هيخلصوا عليه هو وبنته، او ياخد رجلها الصناعية ويمشي ويسيبها هنا تموت في الصحراء. فبتوافق ان هي تساعده بسرعة، وبتتصدم لما بتشوف صورة البنت لانها بتعرف انها لو عرفت ميامي باللي عملوه مع مراته هيعملها سيخ شاورما. وبيقابلوا واحد في الطريق وبتتفاجئ من تصرف ميامي الوحشي ان هو بيقتله وبيقطعه قدامها وبياكل منه، لكن لسبب غريب بنشوف في عيون إرلين نظرة اعجاب ليه ووحشيته. وبالليل إرلين بتعرف من ميامي انه مهاجر غير شرعي لامريكا علشان كده دخلوه السجن، وانه اتعلم اكل البشر هنا. وبيظهر واحد من جماعة كومفورت وبيضرب على ميامي نار وبتيجي الرصاصة في كتفه، وبيروح بعدها ياخد إرلين وبيرجعوا تاني على كومفورت، وبيلاقي متشرد ميامي تاني يوم وبياخده وبيعالجه وبيتحسن. وبتحس إرلين بالذنب مش علشان قتلت مرات ميامي اللي كلت ايديها ورجليها، لا علشان سابت ميامي لوحده في الصحراء هيموت، وبتقرر تدور على هياني بنته. وبنروح لهياني اللي دخلت قصر دريم اللي بيكون فخم جدا وفيه ستات كتير قوي وفي منهم حوامل. وبنشوف إرلين لما وصلت لها وبتعرف دريم انها عايزة هياني، وبيعرفها دريم انه عايش هنا سلطان زمانه وكل دول يبقوا حريم السلطان ومتجوزهم كلهم ومعظمهم حوامل منه، وبيعرض عليها تنضم لحريم السلطان فبتوافق. ولما بتروح لغرفتها بتفكر ان دريم واخد هياني علشان يتجوزها وهي اندر ايدج، فبتطلع سلاح كانت مخبياه وبتهدد دريم تقتل طفله اللي في بطن امه، وانها عايزة هياني بس وهتمشي وهتسيبهم في حالهم. وبيعرفها انها كده بتعاديه هو والسجن كله لانه نفوذه عالي جدا حتى بره جماعة كومفورت، لكنها ما بتهتمش وبتاخد هياني وبتهرب. وبيقابلوا في السكة ابوها ميامي اللي بيقرر يسامح إرلين بعد ما رجعت له بنته، لكن بعدها بتقرر تعيش معاهم إرلين، ده لانها لو رجعت تاني لجماعة كومفورت هيعملوها سيخ شاورما على ايد دريم. وبرضه بنعرف ان هياني لو عرفت ابوها باللي عملته إرلين نفس الكلام هتتعمل نفس سيخ الشاورما على ايد ميامي لانها قتلت مراته. وبتكون هياني جعانة بعد كل ده، فبيقرر ابوها يذبح لها الارنب اللي هي بتربيه وبتقعد تدمع وبتاكله عادي كأن مفيش حاجة حصلت. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.